لك بس فهمني كيف بتستأجر محل بهالمبلغ بالشهر؟ لا وبعقد سنة كمان. شو بدك يعني اعمل؟ المحل موقعه حلو ما بيتفوت. لك يقطع حالاته، بدك شهرين لتصلح المحل، قل لي رح يشيل معك من الاجار؟ لا ما رضي والله، بس سهلة ربك بدبرها. يا سيدي ونعم بالله، بس انت فعليا هيك باقي لك 10 شهور بالعقد. ايه بس الزلمة قال لي بجدد لك بعد سنة. ايه صح بجدد لك، في حال ما لقى واحد يدفع له 5 اضعاف اللي انت عم تدفعه بجدد لك بضعف الاجار. يا زلمه بدنا نسترزق ونشتغل مثل هالخلق، شو بدنا نعمل يعني؟ يا سيدي الله يرزقك، بس انت هيك عم تشيل حالك حمل فوق طاقتك، وفوق هيك يمكن عم تشيل وزر. وليش بالله لا يكون علي وزر؟ شو عم بعمل شي حرام؟ لما كتبت العقد ب$1000 بالشهر انت اثبتت انه هيك المحل بيستاهل. ايه شو يعني ما فهمت؟ يعني شجعت المحلات اللي عم تأجر بأقل إنها تزود على الناس الأجرة، وكتير منهم ما رح يقدروا يدفعوا وراح يسكروا بسبب هالشي. مالي على أخي، كل واحد يصطفل بهمه. لك إذا كل واحد بهالبلد رح يفكر مثلك رح تتحول البلد لغابي. أصلا نحن بغابي. فيك تقول لي كم مرة رحت لتشتري غراض ولقيت سعره مختلف عن جاره؟ فيك تقول لي ليش الأسعار عم تغلى برغم إنه ما في شي يتغير والدولار عم ينزل؟ وبتقول لي رح نتحول لغابي؟ مزبوط، بس هالبلد ما رح يتغير إلا لحتى كل واحد يبلش من نفسه، وربك بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح، بس ما حدا راضي يتغير صدقني. اطلع لبرا وشوف، كل واحد عم يشوف عيوب التاني وبينسى عيوبه، وهيك ماشي. بس عندي أمل بالله إنه كل شي رح يتغير.